وصفة اللبن المكثف باصورها لتاني مرة فيديو أوضح شوية وأقصر عشان ما تزهقوش. قبل كده قُلت لكم إن اللبن المكثف له طريقتين، طريقة سريعة وسهلة أوي، وطريقة سهلة برضه بس بتاخد وقت شوية وهي دي اللي أنا هاعملها النهارده، وفي فيديو تاني هنعمل الطريقة السريعة. الطريقة دي كل اللي مطلوب لتر لبن 4 معالق كبار سكر. أنا عادةً ما بازوّدش سكر في كل وصفاتي، فالسكر كده معقول، وكمان اللبن بطبيعته لمّا بيتكثّف بيبقى مسكّر، فالنسبة كده معقولة جدًا، عايزين تزوّدوا تمام. في إضافة تانية كنت باحطها معلقة لبن بودرة، الوصفة دي ما حطيتش فيها، عايزين تحطوها تمام، هي بس بتفرق حاجة بسيطة جدًا في الطعم، فأنا ما حسيتش إن يعني هي ما فرقتش معايا أنا. بس كده هناخد اللبن والسكر وهيتحط على النار، ومجرد ما يغلي بالشكل ده هنوطّي النار شوية وهنسيبه بقى حوالي ساعتين مع التقليب المستمر، لازم نقلّب على طول علشان ما يتلسعش وما يلزقش في الحلة. هنفضل كده لغاية لمّا لونه يبدأ هنا يتغيّر، وبعد كده هنبدأ نحس إن الكمية بتقل ولونه بدأ يبقى كريمي شوية لغاية لمّا نوصل للمرحلة دي، كده هو بقى جاهز، كريمي وبقى لبن مكثّف باللون الحلو اللي إحنا بنحبه. هنسيبه بقى يهدى شوية، هنا أنا عملت اختبار السِوَى أو إن هو كده مضبوط، إن إحنا بنعمل زي علامة في ضهر المعلقة وبنلاقي إنه العلامة يعني الناحيتين ما جوش على بعض، فهو كده تمام. هنا كان بعد لمّا برد، دي خطوة إضافية إنه أنا صفّيته كويس، مرّرته من مصفى بحيث يبقى نازل كريمي تمامًا بدون أي تكتلات أو أي حاجة تكون فيه، وده شكله النهائي. حلو أوي، أوي، طعمه جميل وبيقعد وقت كويس فترة طويلة في التلاجة، وبس كده الوصفة خلصت. حلو أوي، ممكن بقى لمّا تطلّعوه من التلاجة لو لقيتوه شوية ماسك نَفْسه بس في حمام مَيّة أو في الميكروويف هيرجع تاني سايل بالشكل ده.